بص، انا بصور لك الفيديو ده وانا اصلا متوتر، فركز معايا كده. بس انا مش عايز اخوفك. انا بصور الفيديو وفي باب هنا عندي وفي هنا باب، فسبحان الله يعني. انا مش عارف هو ملك الموت لما هيخش من الباب ده ولا هيخش من الباب ده. طيب هو مش هيخش من الباب اصلا، يعني انا هلاقيه قدامي مرة واحدة وبعدين الملائكة اللي هيخشوا لي ملائكة رحمة ولا ملائكة عذاب؟ وعايز فعلا الموضوع ده يوصل لك. انت ممكن ملك الموت يدخل عليك في اي وقت وانت بتعمل اي حاجة. والله سبحان الله، ممكن تبقى قاعد لوحدك بتعمل حاجة، بتتفرج على حاجة وبتشوف حاجة، وتلاقيه واقف جنبك او تلاقيه واقف قدامك وتسمع صوته وهيكلمك كده وهتشوفه زي ما انت شايفني بالظبط. انا مش بقولك الكلام ده علشان تبقى مرعوب، انا بقولك الكلام ده عشان تنجز نفسك وتتوب. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ايوه غفور رحيم، بس غفور رحيم للي عايز المغفرة، للي بيعمل مجهود، للي بيحاول يجاهد نفسه. لازم تعمل مجهود شوية، لازم تتوب لربنا سبحانه وتعالى. قوم صلي فروضك او ما تكونش بتصلي، قوم صلي فروضك وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقنا بحسن الخاتمة. يا رب يا رب نبقى من اهل الجنة، والله العظيم يا رب نبقى من اهل الفردوس الاعلى كمان، ويا رب نموت على حسن الخاتمة. بلاش تسرح وتنسى انت بتعمل ايه هنا، واستغفر وتوب لربنا سبحانه وتعالى، وما تقلقش ربنا سبحانه وتعالى